خلينا متفقين اي حد بيحب الاير فورس مش حابب ان هو يكون شكله كده بيت اب وشكله وحش. حلاوه الاير فورس انك تلبسه يكون كريسب، كله ابيض في ابيض، ما فيهوش كريسنج. فانا في الفيديو ده هوريكم ازاي انك تخلي الاير فورس يقعد معاك وقت اطول، وفي نفس الوقت نربط رباط الاير فورس بطريقه حلوه. فتابع معانا في الفيديو. لو شفت فيديوهات على النت الناس اللي بتحب الاير فورس زي دكتور دري وكريس براون بيقولوا ان هم بيستخدموا الاير فورس مره واحده بس، بعد كده يدوه لحد عشان هم عايزين الاير فورس بتاعهم يفضل جديد كده. ليه؟ الاير فورس بيبقى شكله وحش جدا لما يحصل فيه كريسنج، لان الجلد بتاعه مش الجلد الطبيعي، ففي كوتنج كتير هنا من البلاستيك فيبقى شكله وحش. بس على فكره البلاستيك اللي موجود فيه بيخلي ان هو شكله يبقى كريسب كده، فعشان هو بينزل منه كتير ومش ليميتد، فعشان كده الناس بتحاول تشتري منه اكتر عشان يفضل شكله كريسب. هو مش جوردن 1، الجوردن 1 لما تلبسه اكتر بيبقى شكله احلى، بس للاسف ده مش بيمشي بنفس الطريقه. فتعال اقول لك على اهم حاجه انت محتاج تركز فيها قبل ما تجيب الاير فورس. مبدئيا الاير فورس مش ترو تو سايز، بمعنى ان انت مش نفس المقاس اللي بتجيبه في الجوردن هتعرف تجيبه في الاير فورس هيمشي معاك. الاير فورس مبدئيا هو مريح اكتر من جوردن، مع انه هو اقدم في التصنيع، فبيبقى فيه روم من النواحي دي كتير. فانا عن نفسي لما جبت الاير فورس ده ثالث اير فورس اجيبه ابيض، والمره دي انا قليت بالمقاس. يعني انا بلبس 42 جبت مقاس 41، والمقاس ما فيهوش اي مشكله. وفي نفس الوقت طول ما يكونش فيه فراغات في المكان اللي قدام اللي هو التو بوكس دوت، بيبقاش فيه روم ان يحصل كريسيس ويتجعد. فكل ما تجيبه ضيق عليك اكتر طول ما هو هيقعد معاك وقت اكتر. انا لما كنت بجيب الاير فورس كنت بجيبهم على مقاسي، وبعد لبسه او اتنين بلاحظ الكريسيس اللي هنا بتبان وشكله ما بقاش حلو. فانت محتاج انك تقل سايز كامل او نص سايز. طب هنقول انت جبت مقاسك وما جبتش مقاس صغير، تعمل ايه؟ انا ليا فكره ليك. كل اللي محتاج تعمله انك تاخد فرش بتاع سنيكر تاني عندك وتحطه في السنيكر، في نفس الوقت هيخليه مريح اكتر لانك حطيت فرشين، وفي نفس الوقت هيعلي رجلك ويخليها تمسك في الحته اللي قدام دي فما يحصلش التجعيد من هنا. تاني حاجه اهم حاجه الرباط ربطته ازاي. كل ما تربط اكتر طول ما يبقى يعمل فراغات هنا ويعمل تجاعيد. فاحنا نربط الرباط مع بعض لان الاير فورس بيجي مربوط جامد جدا، فانت محتاج انك تخليه لوس او تفككه شويه بحيث ما يكونش فيه فراغات ويحصل الكريسنج او التجاعيد اللي بتحصل فيه. اول حاجه محتاجين نعملها ان احنا نفك الرباط. طبعا هو بيجي مربوط بالطريقه دي فدي مش حلوه، فبنفك الرباط شويه وبنرخي الحته اللي قدام دي. طبعا اهم حاجه التاج بتاع الاير فورس واول ربطه. تمام، طبعا لازم تعمل حركه زي دي انك تظبط الرباطين مع بعض. تمام، بعد كده اول واحده بتحاول تدخل من جوه الفتحه. تمام، حاول طبعا بتخليها مظبوطه. تمام، طبعا بتاخد فراغ زي ما انا قلت، تفضل تعمل كده بحيث ان ايه يكون فراغات. الاولى بس الرابطه الثانيه قصدي الاولى هي دي بتبقى من بره لجوه، والثانيه بتبقى من جوه لبره. بس دي الواحده اللي هنعمل فيها اختلاف، والباقي هيبقى من بره زي اول واحده خالص. هتعمل كده. تمام، تمسك كده. طبعا كل ما تمسك كده كل ما الخيط ما يتعوجش معاك طول ما انا ماسك كده بس، وتسيبه مفكوك زي ما انا عملت. تمام، تنقل الاتنين كده. بعد كده تخش في اللي بعده عادي جدا. طبعا لما يكون هو مفكوك شويه الحبل بصراحه بيخلي الشكل السنيكر احلى جدا بكتير، غير ان هو بيخلي السنيكر ما يحصلوش كريسنج اكتر. فهي من ناحيتين لازم تعملها صراحه، يعني نصيحه مني. كده وصلنا للفتحه اللي موجوده هنا. انا عن نفسي ما بستخدمهاش، هي لازمتها ان هي تمسك اللسان عشان ما اروحش شمال ويمين، بس ده عشان هو لو توب فمش محتاجين نعملها. خش في اللي بعده. اوكي،
طبعا من الرباط هنا حاول تخليه ان هو ما يندلدلش في الارض، وفي نفس الوقت يا دوبك يكون على اول الميد سول هنا. نفس الكلام في الناحيه الثانيه. تمام. الفراغات دي بقى هنعمل فيها ايه؟ نحاول ناخدها هنا، هنضطر ان احنا نفرغ الكلام ده تحت كله. دي الرابطه اللي بتيجي مع الاير فورس العاديه، ودي الرابطه اللي انا بربطها. هتقول لي طيب الحاجات دي فيها فراغات كتير جدا، انت لما تحط رجلك فيها تملي الفراغات دي ومش هيبقى باينه بالطريقه دي. في نفس الوقت طبعا هتلبس الاير فورس بسرعه جدا، مش محتاج تفك، انت تحطه على طول هيتلبس في نفس الوقت. انا شايف الطريقه دي حلوه جدا، وازاي تحافظ على الاير فورس بتاعك. وانت زي ما انت شايف الاير فورس ده انا استخدمته فعلا، فباين شكله كانه جديد. وتعال نجرب. اتس نوت جود. مش عارف النهايه عامله ازاي بصراحه. I don't know. فشلت في النهايه. قول لي في الكومنت لو جربتها وعجبتك، وفي نفس الوقت لو عاوز فيديو للاير فورس، قصه الاير فورس كلها، لان اير فورس مفرقع من زمان جدا ولحد دلوقتي لسه السنيكر ترندي جدا والناس بتلبسه على حاجات كتير جدا. لو عاوز تشوف فيديو عن تاريخ الاير فورس وبرده ازاي الاوتفيتس ازاي بتتظبط معاه، قول لي في الكومنت وشوفوا فيديو جديد. جديد جت صح ولا ايه؟ مش حاسس ان هي لا لا ثانيه.